قصتنا النهاردة يقال إن هي حقيقية بعنوان جنية المنيل. يقال إن القصة حصلت ال97 وكتب عنها تقارير كتير، وفي شيوخ وفي بوليس شاركوا في الموضوع. شقة في شارع هادي في حي المنيل اتأجرت لعريس وعروسة بسعر رخيص جدا. الشقة كانت جميلة أوي متوضبة، بس الإيجار كان سعره غريب جدا. أول أسبوع كان هادي جدا، محصلش أي حاجة لغاية ما الزوجة بدأت تشك إن بتسمع صوت حد بينده عليها، وجوزها بيبقى في الشغل وهي عارفة إن مفيش حد غيرها في الشقة. بس بصراحة ده بيبقى زي عامل نفسي، إن أنت تحس إن في حد بينده عليك، ما بيبقاش حاجة ليها علاقة بالماورائيات يعني. لغاية ما خالد الزوج بدأ يحس كمان إنه في حاجة غريبة بتحصل، إن هو دايما قبل ما بينام بيطفي نور الحمام، ومفيش أقل من دقيقتين بيلاقي نور الحمام قد لوحده. برضه ممكن تكون مشكلة في الكهرباء. حصل إنه في ليلة الجمعة عائلة الزوج جم زاروهم، ولما خلصوا الزيارة مشيوا، واتفاجئوا بعد كده إنه هما بيقفلوا الباب قعد يحصل فيه صوت التكات بتاعة المفتاح أكنه بيتقفل بالمفتاح، رغم إن المفتاح كان على الترابيزة. وأول ما الباب اتقفل للآخر والكالون اتقفل بالكامل، بدأوا يسمعوا أصوات غريبة. الزوجة بتقسم إن هي سمعت صوت أطفال عمالة تضحك، رغم إن معندهمش أطفال. الزوجة جريت على أوضتها وقعدت تصرخ وقفلت الباب عليها. الزوج قعد يخبط عليها: اهدي بس اهدي وقولي ايه اللي حصل، مالك وعمالة تصوتي ليه؟ لأن هو مسمعش أي حاجة. فتح الباب بسرعة ولقاها واقفة قدام المراية، عمالة تقول قدام المراية: أنا كده مش هقدر، هو كده موجود، أنا كده مش هقدر. طبعا الزوج تاني يوم على طول بدأ يتأكد إنه في حاجة غلط في الشقة. جاب شيخ معروف جدا من امبابة، اللي أول ما دخل الشقة قال لهم إن في طاقة غريبة جدا في الشقة دي، وإن هو حاسس إحساس مش طبيعي. قعد يقرأ قرآن، وأول ما وصل عند آيات معينة الزوجة قعدت تصرخ بصوت عالي جدا، وقعدت تقول بصوت عامل صوت أجش أو صوت راجل. قالت: أنا من العمار، أنا هنا السيد، أنا صاحب المكان من قبلهم. الشيخ على طول فهم كل حاجة، وعرف إن هما لازم يسألوا السمسار مين اللي كان ساكن قبلهم. وفعلا عرفوا من الجيران ومن السمسار إن كان في ست ساكنة قبلهم، وكانت دايما بتعمل حاجات غريبة جدا. وعرفوا إن كان دايما بيدخلها شيوخ وناس شكلها لبسها مريب وتحركاتهم مريبة، وفي حاجة غلط بتحصل في الشقة دي. وتأكدوا إن الست دي عملت تحضير لشيء ما في الشقة دي، وإن الزوج والزوجة دول مش أول ناس يسكنوا في الشقة ويخافوا منها ويبدأوا إن هما يسيبوها أو يسمعوا أصوات غريبة. لأ، ده كان سبب إن سعر الشقة قليل، إن حصل مشكلة مع ناس كتير أوي قبله. لغاية ما حد من الجيران من السكان القديم للعمارة قال لهم بصراحة اللي حصل إن الست دي فجأة لقيناها اختفت، وبقى شقتها مقفولة وما عادش في أي حد خالص بيزورها. وفي يوم من الأيام وفي عمال شغالين في العمارة بيفتحوا أوضة البواب، لقوا إن في جثة ست ملفوفة ببطانية وعليها علامات حرق، وحوالين منها ورق لونه مصفر وعليه حروف مكتوبة بالمتشقلب، وفي كلمة جن مكتوبة بشكل كبير جدا. اللي حصل إن الزوج ومراته طبعا سابوا الشقة بعد ما الشيخ عمل جلسة تحصين قوية وقعد يطمنهم إنه خلاص كده مش هيسمعوا أي حاجة، بس طبعا سابوا الشقة وطلبوا من الجيران إن هم يحذروا أي حد يعيش في الشقة دي. لكن الموضوع مخلصش عند كده. اللي حصل إنه في طالب جامعي في كلية فنون اسمه شادي. اللي حصل إن شادي ده كانت قصته غريبة جدا جدا جدا. قعد يحصل له حاجات كتير أوي في الشقة، ومع ذلك كان بيكابر وكان بيقنع نفسه إنه مفيش أي حاجة من الحاجات دي حقيقية وإن دي أوهام. كل ده لأن هو يعني ماديا مكانش كويس أوي، والشقة كان سعرها قليل أوي. أول ليلة لشادي في الشقة محصلش أي حاجة غريبة، لكن بدأ يسمع صوت كراسي بتتحرك وبتلف حوالين من نفسها بسرعة جدا. بيطلع الصالون ما بيشوفش أي حاجة، لغاية ما أقنع نفسه إن دي أوهام أو إن دي صوت من الشقة اللي جنبه. لغاية ما بعد كده بقى بيسمع صوت الكراسي بيتحرك ويطلع اللي يلاقيها متحركة فعلا. لغاية ما في يوم لقى الكرسي اتهبد على الأرض بصوت عالي قوي،
جري يطلع يشوف في ايه، لقى ان الكرسي وقع على الارض ومتكسر ومكتوب عليه من تحت: انا مش همشي، سيب مكاني. مش بس كده، شادي كمان بدأ يحس ان المراية الكبيرة اللي في الانتريه بتتحرك من مكانها، واول ما بتتحرك من مكانها بيسمع صوت الكراسي وتبدأ يحصل حاجات غريبة جدا. ومع ذلك شادي فضل مكمل في البيت. وفي مرة هو بيغسل وشه لقى انه هو طالع المراية بيحصل فيها كده زي تأخير، ان هو بيحرك ايديه او يحرك راسه، وكل ده بيحصل على المراية بشكل متأخر، لغاية ما فجأة لاحظ ان وشه بقى متشوه وعينيه كلها اسود، ولقى شفايفه بتتحرك وبتقول: سيب مكاني. لكن في الحقيقة هو ما قالش اي حاجة، ووشه ما فيهوش اي حاجة متغيرة. الحقيقة انه برضه بعد كل اللي حصل ده، على رواية البعض انه شادي برضه ما سابش الشقة. وفي ليلة كان شادي شاري مايك جديد وبيجربه، وقعد يسجل بيه، يحاول ان هو يتكلم يشوف صوته. سمع في تسجيل من التسجيلات اللي هو كان عمال بيجرب بيها المايك صوت خبط خفيف وصوت أنين ست، وبعد كده صوت رجالة كتير. اللي حصل إن شادي كان موصل المايك ده بالكمبيوتر. فجأة شاشة الكمبيوتر بدأت تدخن والكمبيوتر كله اتحرق. طب شادي ساب الشقة؟ لأ، شادي كل اللي بيحصله ده كان طول فصل الصيف. دخلنا على الشتاء وفي الليلة الدنيا بتشتي جامد جدا، صحي على صوت باب الشقة بيتفتح وهو عايش لوحده. خرج ببطانية من كتر السقعة، لقى المطبخ نوره شغال وسكينة المطبخ وقع على الأرض، والبوتاجاز دافي أكن كان حد بيعمل عليه أكل. رجع لأوضته تاني، لقى إن في واحدة نايمة على السرير، جسمها كله مبلول ومدياله ظهرها. وأول ما بدأ يصوت قال: ما أنا قلت أنا مش همشي. لقى نفسه عمال يتكلم بصوت حد تاني، بصوت واحدة ست، وعمالة تقول: أنا قلت أنا مش همشي. شادي غاب عن كليته لمدة شهر، لدرجة إن صحابه بلغوا البوليس، حتى أهله مكانوش عارفين طريقه. الشرطة اقتحمت البيت ولقت شخبطة على الحيطان. بعد كده عرفنا إن هو كان بيحاول يكتب على الحيطان باللغة السريانية، وقعد يرسم جماجم ولقوا شادي لسه عايش، ولكن جسمه بقى هزيل جدا جدا جدا، خسر أكتر من نص وزنه. شادي فين دلوقتي؟ محبوس في مصحة نفسية. لو انت كنت تعرف قصة شقة المنيل قول لنا، هل الشقة لسه موجودة؟ تعرف أي حكايات تانية حقيقية عن القصص اللي بتقال في الشقة دي؟ ياريت تعرفنا في كومنتات. شكرا. مفيش بيت رخيص إلا لو كان وراه مصيبة. ده كان أول تعليق من عم عطية، الشيخ الغفر اللي عرف إن الحاج سيد اشترى البيت اللي على أطراف الكفر. البيت قديم جدا وحواليه أشجار كتيرة من السدر. البيت شكله هادي وجميل ومفيهوش أي حاجة ملفتة. سامي ابن الحاج سيد عنده 15 سنة، كان أول واحد يحس إن في حاجة غريبة فعلا. أول ليلة سمع صوت بينده عليه: سامي، يا سامي، سامي تعالى. سامي افتكر إنه بيتهيأله. أول ليلة وتاني ليلة، لكن لما الموضوع بدأ يتكرر أكتر من يوم اضطر إنه يحكي لباباه الحاج زيد. قال له: لا، ممكن تكون دي تهيؤات أو إن أنت متضايق عشان إحنا سيبنا بيتنا ورحنا البيت تاني. لكن اللي حصل بعد كده إنه سامي معادش بيشتكي من أي حاجة، معادش بيقول إن في أصوات غريبة. لكن الأم لاحظت إن هو بقى بيقعد كتير أوي لوحده، بقى بيفضل سهران لغاية الفجر، بيكتب في كشكول حروف عربي مشقلبة ومش متركبة على بعض، ولو حاولنا نكون منها كلمات بتبقى حاجات مش مفهومة. لغاية ما في يوم الأم لاحظت إن ابنها دايما بيحب يقعد قدام المراية ويكتب الحروف اللي شكلها غريب. ولاحظت كمان في مرة إن في ست ظهرت في المراية. اللي زاد أكتر إن أول ما الست خدت بالها من موضوع المراية، الباب الحديد بتاع البيت الخلفي اللي هم قافلينه بقفل وجنزير اتفتح، وكأن في حاجة قوية جدا خبطت فيه. الحاج السيد نزل يجري بالبندقية، لقى البوابة سليمة، ولكن الحيطان اللي حوالين البوابة مكتوب عليها: لسه ما جاش الدور.
مكتوب عليها بحاجة شبه المية كده، بس حاجة تقيلة، حاجة لزجة. مكتوب لسه مجاش الدور. تاني يوم الأم بتدور على ابنها مش في أوضته، بتدور عليه في كل حتة، هو مش موجود. الحروف والحاجات اللي كان بيقعد يكتبها على في الكشكول بتاعه، حتى الكشاكيل والكتب بتاعته كلها اختفت. أي حاجة كان كاتب فيها حاجة اختفت، لغاية ما بعد تدوير لمدة يومين لقوه واقف في وسط المصرف، رجليه في المية، عينيه مفتوحة على الآخر، مش بيتكلم. لغاية ما الأم بصوت عالي ندهت عليه: سامي، الحمد لله يا ابني، لقيناك يا ابني. سامي بدأ يتكلم وقال: هي بتحبني، أنا بقيت ابنها. الأم لاحظت إن جسم ابنها لونه مزرق وعينيه لونها أخضر أكنه ميت. ابنها اتكلم تاني وقال: اللي هيقرب مني بيدفع التمن. الأب جري على ابنه وشده بسرعة وعرضه على أطباء كتير ما كانوش فاهمين هو عنده ايه، لكن كان في الآخر ادي ابنه يتحجز في مصحة نفسية. المصايب ما طالتش سامي وبس، لأ، إخواته الصغيرين كمان. الأم جت في يوم من الأيام بتقول إن بنتها بتقول: ماما، في ست بتطلع من الحيطة بتضحكلي ووشها كله غرقان دم وجسمها عمال ينقط مية. لما الأم رجعت للحيطة لقت الحيطة كلها مية، لكننا لسه غاسلين الحيطة. لأ، وكمان الحيطة عمالة تنقط مية أكتر. بدأت الأم إن هي تقرأ قرآن، وأول ما بدأت تقرأ قرآن في وش الست ظهر مبتسم وعينيها سودا ومليانة جرح مفتوح عمال ينقط مية. راحوا لشيخ جامع وحكوله على كل اللي حصل، ابنهم اللي محجوز في مصحة نفسية، وبنتهم الصغيرة اللي بتشوف حاجات بتطلع من الحيطة، والأم اللي شافت وش عمال يضحك لها ومحروق، وفي كذا قطع في الوش كده عمال ينزف مية، كل ده بيخرج من الحيطة. الشيخ الجامع نصحهم إن هم يروحوا يشوفوا المقابر القديمة، لأن في كلام من البيت بتاعهم مبني فوق مقبرة غريقة. الغريقة دي اسمها زينب من أيام محمد علي. قعدوا يدوروا في المقابر على أي مقبرة اسمها زينب، مش لاقيين، لغاية ما فعلا لقوا مقبرة اسمها زينب، بس مفيش حد مدفون. مكتوب على المقبرة: زينب لم تغسل ولم تدفن حتى الآن. رجعوا تاني بيتهم، وأول ما رجعوا البيت لقوا حريقة قامت في البيت كله. النار طالعة من مصرف المية، محدش مفاهم ازاي ده بيحصل، وماشي عكس الاتجاه. بعد 9 أيام من الحريقة اللي حصلت، كانت الأوضاع في ال9 أيام دي هادية خالص. محصلش أي حاجة غير إن هما لقوا الباب بيخبط، وأول ما فتحوا لقوا سامي ابنهم المفروض إن هو محجوز في مصحة بيخبط عليهم، بس من الواضح إن هو مخفش، مفيش أي حاجة فيه اتحسنت. جلده أكنه كان منقوع في مية لغاية ما ازرق وبقى بايش، صوته مبحوح جدا، وشه مفهوش أي. قعد يضحك بهستيريا ويقول: اللي جاي أسوأ، الغريقة راجعة ولازم تدفن. الأم جت تاخد ابنها في حضنها لأن هو كان وحشها جدا، لقت إن فجأة الباب اتقفل. حاولت تفتح الباب تاني، اتفتح فعلا، بس سامي مكانش واقف ورا الباب. فجأة الناس كلها بدأت تزعق: أهل البلد، أهل البلد، التراب اللي ورا المصرف اتفتحت أكنهم بيدفنوا حد، بس محدش جه ناحية التراب، التراب مفتوحة. قعدوا يدوروا ايه اللي حصل، مين اللي فتح التراب دي، هل حرامي؟ لقوا ان مش التراب كلها مفتوحة، المقبرة بتاعت زينب اللي هي المفروض فاضية هي دي اللي مفتوحة. واحد كبير في السن بيقول: مين اللي فتح التراب دي؟ التراب دي اصلا فاضية، مين اللي فتحها؟ قفل المقبرة. لكن اللي حصل ان كل بيت في كفر الغريب بقى يسمع صوت النداهة بعد الفجر. كل واحد بقى بيسمع اسمه بيتنده عليه. وفجأة في يوم، على صوت صراخ جاي من البيت اللي هما بيخافوا منه، البيت اللي كان مهجور لغاية ما الحاج سيد اشتراه. لقوا في نور عالي أوي خارج من البيت ده، وصوت صراخ عمال يدوي في الكفر كله. خرج من البيت ده واحدة ست هدومها غرقانة مية، عمالة تنزل مية كأنها زي الشلال. كل اللي شافها اتجمد مكانه. الست دي فجأة بصت في عين كل واحد وقالت: رجعوني، رجعوني. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل كان من اقتراح الشيخ.
الشيخ رد وقال إن احنا لازم نلاقي جثة زينب وندفنها. قعدوا يدوروا في كل حتة، بس ازاي؟ زينب دي المفروض إن هي ماتت غريقة من عصر محمد علي، لكن لغاية وقتنا ده الحل الوحيد إن هما كانوا يقفلوا البيت ومحدش يسكن في البيت ده تاني، ومحدش يقرب من الترع. أهلا بيكم متابعين القناة. النهاردة قصتنا عن جزء بسيط من لعنة مقبرة توت عنخ آمون. في سنة 1922 كان اللورد كارنفورن واقف قدام باب حجري قديم عليه نقوش فرعونية مرعبة، جنبه عالم الآثار المشهور كارتر. والقصة الشهيرة اللي كان بيهمس في ودن اللورد وبيقول له: أنا حاسس إن في حاجة مش مريحة، حاسس إن في عيون بتراقبنا. اللورد حب يطمنه وقال له: ده كلام فاضي، افتح المقبرة، احنا جايين نكتشف التاريخ. وهم بيفتحوا المقبرة اللي كانت مكونة من عدة أحجار، في حجر أول ما شالوه خرجت ريحة وحشة جدا جدا ومعاها صوت بيقول: ارجعوا. تاني يوم بالليل اللورد رجع أوضته في الفندق، لكن فجأة الناس سمعت صرخة عالية جدا. دخل عليه لقوه ماسك رقبته وعينيه مفتوحة على الآخر وبيقول بصوت متقطع: هيموتني، هيموتني. الدم قعد ينزل من جرح صغير اتعمل في وشه فجأة، وبعد ثواني مات. في اللحظة دي الكهرباء قطعت في الفندق كله، الكلاب بدأت تعوي بصوت عالي جدا وكأن في مشكلة كبيرة حصلت. بعد موت اللورد كل اللي كانوا في البعثة بدأوا يخافوا ويحسوا إن في حاجات غريبة بتحصل. كان أشهرهم واحد من البعثة دي كان بيحلم بحلم غريب جدا، إنه شايف ملك لابس ذهب وماسك قلبه بإيده. واحد تاني كان بيقسم إن هو بيسمع صوت بيهمس باسمه كل يوم قبل ما ينام. واحد تاني شاف ظل فرعوني واقف جنب باب الخيمة المطلة على مقبرة توت عنخ آمون. جورج جولد أحد الأشخاص اللي زاروا القبر كتب في مذكراته: بعد زيارتي كل يوم كنت بحس إن حد واقف ورايا وبيهمس لي وبيقول لي هتيجي معانا. وفعلا تاني يوم الصبح لقوه ميت في خيمته، عينيه مفتوحة ومبتسم كأنه شاف الموت. كل ده والمقبرة لسه ما اتفتحتش. كارتر حاول يقنع نفسه إن دي صدفة، بس ازاي بعد ما كل الحاجات الغريبة وموت اللورد وموت الكاتب جورج جولد، ازاي كل ده حصل في وقت واحد؟ وفعلا قرر كارتر انه مش هيفتح المقبرة لغاية في اخر مرة هو بيبص على المقبرة لقى بردية مدفونة جنب تمثال صغير في القبر مكتوب عليها: اللي يفتح قبري دمه هيبقى لعنة، هيتعذب زيه زي اللي تحدى الآلهة. اللي حصل إن قرر إنه مش هيفتح المقبرة. وفي سنة 1939 كارتر كان على سرير الموت مرعوب وعمال يصرخ. قال: رأيت الملك الذهبي، رجعوا الذهب وما تفتحوش المقبرة. الممرضة اللي كانت مشرفة على علاجه قالت إنها سمعت خطوات تقيلة جدا جدا وصوت معدن بيخبط في الأرض، وسمعت صوت راجل كبير بيضحك بصوت عالي. وخرجت تشوف مين اللي بيضحك بصوت عالي. رجعت لقت إن كارتر مات. الموضوع موقفش عند كده. الدهب اللي اتسرق من المقبرة، وكل ده على فكرة المقبرة لسه ما اتفتحتش، الدهب ده كان حوالين القبر، اتعرض في المتحف البريطاني. أول ما الدهب وصل المتحف البريطاني بدأ الحراس اللي بيحرسوا المعروضات الذهبية في المعرض يشتكوا بإن هما بيسمعوا كل ليلة صوت خطوات صغيرة لتماثيل لكنها بتتحرك، لدرجة إن في واحد من الحراس بدأ يتجنن وفتح علبة من اللي كان جواها التماثيل الذهبية ولمس تمثال منهم علشان يتأكد إن هو مش كائن حي. وأول ما لمس التمثال حس بصعقة كهربائية، وقع على الأرض وقعد يرتعش ويهمس: حي حي، لسه ما ماتش. مش بس كده، بقية الحراس بقوا بيحلموا بملك لابس ذهب وبيقول: رجعوا ذهبي، رجعوا روحي، وإلا هاخدكم معايا. بعد ما المعروضات الذهبية اترحلت من مصر لإنجلترا
وحصل مشاكل كتير للحراس. بدأ كمان الناس اللي أشرفت على نقل الذهب من مصر لإنجلترا يحصل لهم حاجات غريبة. واحد اتقلبت بيه العربية ومات. في مجموعة كبيرة كانوا طالعين في رحلة صيد ووقعوا كلهم من السفينة في وسط البحر واختفوا، والسفينة زي ما هي. اللي وصل الصندوق داخل المتحف بدأ يسمع صوت خربشة على صناديق الذهب، وصوت الخربشة ده مش بيفرقه لغاية ما مات. ودي كانت آخر المشاكل اللي تحصل من مقبرة توت عنخ آمون حتى الآن. لو انت شايف ان القصة دي حقيقية او بتثق وعندك ايمان بلعنة الفراعنة، ياريت تسيب لنا رأيك في الكومنتات. وفي النهاية دي كانت بعض القصص رواها بعض الاشخاص مش متأكدين من صحتها. شكرا. أهلا بيكم متابعين القناة. قصتنا النهاردة بعنوان الطريق الملعون. بطل قصتنا النهاردة هو طارق، شاب عنده 25 سنة. كان في فرح لصاحب من صحابه في إحدى القرى بالصعيد. المهم طارق بعد ما خلص الفرح فقعد يهزر مع أصحابه ويقول لهم إن هو هيروح. المهم هم قعدوا يوصفوا له الطريق لأن هو مكانش في القرية دي وأول مرة كان يروح. في واحد من صحابه قال له يا عم مش انت بتحب المغامرات وكده، انت هتعدي على طريق بيقولوا عليه الطريق الملعون، محدش بيدخل الطريق ده ويعرف يخرج منه. فطارق قال له انا بحب المغامرات بس اللي انت بتقوله ده مش واقعي اصلا، وخد كلامه بكل استهزاء. قال له ما تقولش كده بس جرب. قام طارق قال له طب ايه رأيك بقى، انا هدخل الطريق ده وهصوره من اوله لاخره. قال له طب يا عم ماشي، يبقى صور الفيديو كده ولما تطلع من الطريق يبقى ابعتهولي. المهم طارق فور رير قعد يدور على الطريق اللي هم قالوا عليه، وفعلا الساعة 1 بالليل لقى الطريق. وأول ما دخل الطريق طلع موبايله عشان يصوره، وفضل مشغل الفيديو لمدة ساعة كاملة. بعد ما طارق خلص لمدة ساعة اتفاجئ ان الطريق مش بيخلص ومفيش اي اشارات او علامات بتقول ان الطريق ده اخره فين ولا هيطلعه على انهي طريق. طارق قال خلاص كفاية كده ان انا مشيت فيه لمدة ساعة كتير اصلا، انا هلف وارجع تاني للطريق اللي انا عارفه. المهم ان طارق لف ورجع فعلا. المميز في الطريق ده ان انت ما كانش في حد اصلا بالعربية غير طارق، ولا كان في حد ماشي جنبه ولا وراه، وكان ممكن ان هو يلف ويمشي عكسه. طريق مهجور تمام. طارق فضل ماشي في الطريق ده ساعة، ساعتين، 3، وتفاجئ ان هو مش عارف يطلع للطريق اللي هو كان عارفه. بدأ طارق يقلق لغاية ما قابل واحدة ست واقفة على الطريق لابسة أبيض وبتشاور له. طارق أصلا كان بدأ يخاف إن هو بقاله 3 ساعات مش عارف يطلع من الطريق، بس برضه قال ممكن تكون هي عارفة الطريق. قال لها أيوه أنا تحت أمرك أموري. قالت له معلش أنا مش من هنا وكنت عايزة بس أطلع للطريق لأن أنا مش معرفش أي مواصلات قريبة من هنا. قال لها أنت كمان، ده أنا بقالي 3 ساعات بحاول أخلص من الطريق ده، اتفضلي اركبي معايا. المهم بعد ما الست ركبت معاه فضل طارق ماشي بالعربية لغاية ما الساعة بدأت 6 الصبح وبدأت الشمس إنها تطلع. طارق وهو ماشي اتفاجئ إن البنزين اللي معاه بدأ يخلص. كملت. الست قالت له هنعمل ايه؟ احنا بقالنا 4 ساعات ولا 5 ساعات مش عارفين نطلع من الطريق ده. لا ما كده مفيش حل غير ان احنا لازم نستنى ونتصل بالشرطة، او ممكن اتصل باي حد من صحابي واقول له على المشكلة اللي حصلت. المهم بيتصل مفيش حد بيرد، التليفون اصلا بيدي ان مفيش شبكة، هما في مكان اكنه معزول عن الارض. طارق بدأ ينهار جدا والست اللي معاه بدأت تنهار برضه، وبدأوا هما الاتنين يستسلموا. طارق قال لأ أنا مش هستسلم، وفضل ماشي على الطريق على رجليه وقال أنا لازم ألاقي أي حد تاني يقدر إن هو يساعد. فضل ماشي وبيبص وراه ملقاش عربيته. لقى كائن ضخم له 4 رجول وليه مخالب طويلة جدا وعيونه حمرا زي الجمر وبقه مفتوح لحد طارق بسرعة حاول ان هو يجري من الكائن ده ويجري لغاية ما يلاقي عربيته، لكن اللي حصل ان الطريق اللي بيودي لعربيته اختفى
وبقى حوالين منه ضباب اسود، رغم ان خلاص احنا كنا بين الصبح والشمس طلعت. بس بدأ طارق يشم ريحة كريهة جدا. فجأة الموبايل رن. الو، ايوه يا سيف. انا بالغلط دخلت الطريق اللي انت قلت لي عليه وفعلا مش عارف اخرج منه. لكن اتضح ان صاحبه اللي كان رنن عليه ما كانش صاحبه اصلا، وحد بيقول له انت الضيف الجديد. عدى يوم، 2، 3، وبدأ سيف صاحب طارق ان هو يقلق، وكل اهل طارق بيدوروا عليه، لغاية ما سيف قرر ان هو يعترف وان هو اللي وداله طريق زي ده. بسرعة كلموا اهله وكلموا الشرطة، وفعلا لقيوا العربية. بس اول ما دخلوا العربية لقوا دم طارق مالي العربية كلها، بس جثة طارق مش موجودة، العربية عبارة عن دم. سيف بدأ يتجنن، مقدرش يستحمل فكرة ان هو اللي ضيع صاحبه بايديه. سيف قرر انه هيعمل نفس اللي حصل لطارق بالظبط، هيستنى للساعة 1 بالليل ويدخل الطريق يدور على صاحبه. لكن نفس اللي حصل، الطريق بقى طويل جدا، الضباب بدأ يملى المكان، مهما سيف يمشي بيلاقي ان الطريق عمال يطول 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 لغاية ما بنزين عربيته قرب يخلص. سيف وقف عربيته، وقف جنب العربية وقعد يعيط، وقال خلاص دي النهاية، أنا ضيعت صاحبي وكان لازم ألاقي جسدي. رجع العربية تاني، بيبص جنبه لقى جثة محروقة، وشها سايح وعينها طاقة منها وبتتكلم. حاول ترجع، ارجع يا سيف، أنا طارق، أنا خلاص اتحبست هنا. سيف طبعا بقى مذعور وعمال يصرخ وبقى مرعوب. نزل من العربية تاني، وأول ما بص ورا لقى إن العربية مفيهاش أي حاجة. قال جاهز كل دي تهيؤات من الخوف. أنا هركب العربية تاني وأقعد أمشي بيها، جايز ألاقي الطريق اللي أنا دخلت منه. فضل ماشي 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 بالعربية لغاية ما سيف لقى زي محطة بنزين بس مهجورة وسط الطريق، فيها تمثال حجري لكائن اسود بجناحات وقرون. بس سيف حس ان هو في مشهد من افلام او ان في حاجة مش طبيعية هنا. لقى التمثال مكتوب عليه هذا طريق سيد الجوع الابدي. فضل يدور في البنزينة دي لغاية ما اكتشف ان هي مش بنزينة ولا حاجة، هو في مكان شبه معبد. الطريق ده لعنة من عهد الفراعنة، الطريق ده اللي بيخش بيبلع اي حد. فجأة بيبص وراه، لقى الكائن الضخم تاني باربع رجول، عيونه حمرا وبقه مفتوح لغاية ودنه. سيف قعد يصرخ وجرب عربيته بأقصى سرعة، لكن على طول العربية عطلت وتحول المسكين لضحية زي باقي ضحايا الطريق اللي طلع لعنة من الفراعنة.